مش عارف انا ايه اللي جاب في دماغي فكره ان لما اتفرج على اعلان فيلم لامبورجيني ان الفيلم نفسه هيكون حاجه زي كده لما تضرب في الخلاط فيلم فورد فيرسس فيراري مع فيلم هاوس اوف جوتشي. انا ما اعرفش ليه انا فكرت في الحكايه دي، يعني جات لي منين الفكره او ايه البواعث. اعتقد انها هي امنيه اكتر من انها حاجه بتستند الى واقع، لان فعلا ما فيش علامات في اللي انت هتشوفه في الاعلان او حتى في قراءه الكاست اللي موجود ده بتدل ان انت هتشوف حاجه يعني بالمستوى ده. فيلم لامبورجيني سنه 2022 هو فيلمنا النهارده اللي احنا عايزين ندردش عنه. السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد من فخ فيلم عن فيلم لامبورجيني ذا مان بيهايند ذا ليجند. الفيلم من بطولة فرانك جريلو وميرا سورفينو ومن إخراج بوبي موريسكو. الفيلم من خلال 3 فصول بيحكي قصة صعود لامبورجيني أو فيروشيو لامبورجيني مؤسس البراند الأسطوري ده في عالم السيارات. في خلال القسم الأول اللي هو قسم البدايات بيحكي عن عودة فيروشيو من الحرب العالمية الثانية بصحبة صديقه ماتيو، والشيء المسيطر عليه رغبته في صناعة جرارات زراعية تكون ليها قدرة عالية على أداء مهام أكتر وبسعر أرخص وفي نفس الوقت حجمها يكون أصغر. من خلال خبرته أثناء الحرب العالمية لأنه كان بيشتغل في القسم الميكانيكي فاكتسب خبرات عالية في عالم الميكانيكا، وبالفعل بيلاقي إن المفتاح ده هو عبارة عن سباق هيخوضه ضد البراند الأشهر والأقدم منه براند فيراري. ولكن بخسارته في السباق ده بيحط نفسه في موقف ضعيف شويه نظرا لعدم وجود تمويل، وبالتالي بيذهب وبيرهن المزرعه المملوكه لعائلته لانهم اساسا عائله من الفلاحين. هو بيجتهد لصناعه جرارات تكون ليها امكانيات اعلى، في نفس الوقت اللي بيرتبط بحبيبته اللي بتجمعهم قصه حب كبيره جدا. وبمساعده صديقه ماتيو بينجح في صناعه اول نموذج للجرارات وبيحصل على تمويل اعلى، وهنا بيبتدي رحله صناعه اسم لامبورجيني. وبعد كده بننتقل الى القسم الثاني اللي من خلاله بيصطدم بوفاه زوجته اثناء ولاده طفلهم الوحيد، لكنه بعدها بيتجه وبيركز في اعماله وبيتزوج بامراه ثانيه بترعى الطفل، ولكن بيحصل خلاف بينه وبين صديقه. بينفصلوا بعدها، او تحديدا الفيلم ما بيوضحش هو ايه اللي حصل بعدها، لكن بيكون خلاص البراند بقى ظهر والمصانع ظهرت لصناعه الجرارات المتميزه جدا واللي اصبح ليها شير كويس جدا في السوق. بل تعدى ذلك ان هو بدا يشتغل على اعمال التهويه والتدفئه وغيرها من الاعمال اللي بتوسع نشاط شركته. اصبح راجل اعمال كبير وتقيل، لكنه لم يخترق بعد عالم السيارات الرياضيه اللي بيحوز فيها الصداره اسماء زي فيراري ومازيراتي وغيرها. وهنا بيتطرق الفيلم لنقطة الخلاف أو لقصة الصدام أو الكلاش اللي حصل بينه وبين إنزو فيراري المؤسس لعلامة فيراري، وبناء عليه بيقرر إن هو لازم يصنع سيارة رياضية تكون أعلى من فيراري بمراحل، بل وتتفادى العيوب اللي هو كان شايفها في سيارات فيراري، وعرض من خلالها التعاون مع إنزو بحيث إن هو يصنعوا سيارة جديدة بإمكانيات أعلى وعيوب أقل. ولكن طبعا إنزو فيراري نظر له نظرة متدنية بحيث إن هو مجرد شخص بيفهم في صناعة جرارات، في إيه اللي هيفهمه في صناعة السيارات الرياضية. بيضع تركيزه كله على صناعة السيارات وبيضع لها تصميم يكاد يكون مش مقبول أو مش منطقي أو حتى صعب التحقيق في الفترة دي، لكنه بيصر عليه بمساعدة الميكانيكيين والمساعدين والمهندسين اللي حواليه. في الوقت ده تركيزه في الشغل وطبعا تركيزه على طموحه الشخصي بيأثر على حياته العائلية، وتقريبا بيخش في مرحلة انفصال عن زوجته الجديدة اللي كانت بتهيم بيها عشقا وعندها أمل إنها تستطيع تغيير شخصيته واللي بتركز جدا على أهدافها دون النظر لأي اعتبارات أخرى، لكنها بتفشل. غير ان علاقته بابنه اللي كان بيكبر قدامه كانت علاقه جامده صلبه ما فيهاش كتير من المشاعر نظرا لاهتمامه بالعمل واهماله الكبير لابنه. وعلى فكره المفروض ان قصه الفيلم متاخده عن كتاب كتبه الابن نفسه عن الاب، ويمكن عشان كده انت هتلاحظ ان في بعض السمات الشخصيه اللي ربما تبدو مكروهه مذكوره واضحه جدا قدامك في الفيلم، ربما لان يمكن تكون دي كانت وجهه نظر طفل نفسه او ابنه في شخصيه الوالد. المهم ان هو بعد كفاح مستمر بيستطيع ان هو يوصل صناعه اول نموذج من سيارات لامبورجيني الفاخره وبتحافظ على نجاح غير مسبوق. ولكن هنا بيبدا عندنا القسم الثالث وهو قسم السقوط زي ما بيقولوا، اللي بيخش من خلاله في خلافات مع نقابات العمال الموجوده في ايطاليا، وبالتالي العمال بتوع المصانع عنده بيصوروا عليه ويتمردوا، وهنا يبتدي مش نحو تصفيه اعماله ولكن ناحيه تحويل الملكيات الى عائلته وانسحابه هو من عالم الاعمال وعودته الى مزرعته وحيدا في النهايه. طيب قصه الفيلم ده بقى اتحكت ازاي؟ المفروض على كم الصراعات الدراميه والنفسيه والاجتماعيه اللي المفروض ان انت تشوفها من خلال الفيلم، لكن الفيلم اتحكى بطريقه مش عايز اقول تسعيناتي شويه لاني بحب الافلام بتاعه التسعينات وطريقه الحكي بتاع افلام التسعينات، لكنه اختار هنا ان هو يلعب في مساحه متوسطه جدا، ما رضاش ان هو يركز على نقاط تفوق وقوه كتير كانت موجوده في الفيلم تقدر تنقل الفيلم ناحيه ثانيه، لكنه اكتفى بشيء اقرب لما يكون لسرد افلام وثائقيه او كانك بتتفرج على حوارات موجوده رغم الجهود التمثيليه اللي كانت موجوده. ودي نقطه انا كنت عايز اركز عليها على اداء الممثلين. اداء الممثلين عامه يعتبر جيد من متوسط الى جيد، ولكن النقطه الوحيده اللي انا كنت قلق من خلالها هو اسناد بطوله الفيلم الى فرانك جريلو.
فرانك من الشخصيات او الممثلين اللي بيهتموا باعمال الاكشن، وخاض عدد كبير من الافلام اللي موجوده قبل كده، بعضها جيد ومعظمها متوسط، من انتاجات متوسطه اساسا مش شركات كبيره. فبالتالي لما لقيت ان هو هينتقل من تمثيل افلام اكشن لفيلم درامي قوي زي كده، انا استغربت يعني الاختيار وقع ازاي وهيقدر يعمله. لا، لكن في الحقيقه الاداءات بتاعته يمكن كانت هي احد اقوى نقاط التميز اللي موجوده في الفيلم ده، او يمكن دي اكبر حسنه موجوده. الظهور بتاع ميلا سورفينو، وهي احد نجمات اول الالفينات، لكن نجمها خفت بعد كده. لكن الظهور اللي هي عملته في الفيلم هنا ربما لم يكن بالظهور الساطع في الفيلم، ولكن يعتبر جيد الى حد ما. تمثيل الشخصيات اللي مثلت مرحله الصعود او مرحله التاسيس اللي كانت موجوده للشخصيه دي، وهي كان ممثلين مختلفين عن الممثلين الشابتر الثاني والثالث، لكن كانوا يعتبروا لا بأس بيهم في النهايه. ولكن الفيلم ده في الحقيقه لو انا عايز اتكلم عنه، هو اجتهد جدا عشان يكون فيلم متوسط، ما رضاش يشتغل على حاجات كتيره. او يمكن انا لحد دلوقتي مش فاهم هو ليه، رغم ان هو حاول ان هو يبرز الصراعات الانسانيه اللي كانت موجوده سواء على حياته العائليه ومحاولات الاختلافات اللي بينه وبين زوجته الاولى، اهتمامه بطموحه الشديد ربما على حساب عائلته، وربما ده اثر فيه بوفاه زوجته الاولى، وبعد كده الخلاف اللي حصل بينه وبين صديقه. الحاجات دي كلها رغم ان هي ظاهره قدامك على الشاشه، لكن ما تبناش عليها شغل عالي. يعني مثلا علاقته بصديقه اللي هي كانت تبدو قويه وهو مؤسس الشركه معاه، فجاه كده تحس انها انقطعت، لم يحدث اي ظهور اخر للشخصيه دي، ما عرفتش هي راحت فين، ما عرفتش حتى الخلاف بينهم حصل على اتفاق على ايه. علاقته بابنه اللي كانت ظاهره من خلال يمكن 3 مشاهد واضح ان هي علاقه بارده جدا، لكن في النهايه حتى ما تحطش حاجه زي كلوجر ليها او خاتمه ليها معقوله تفهمك هم راحوا فين او هو النهايه وصلت بيه ازاي. احد الحاجات العجيبه ان الشابتر الثالث ده يعني بتحس فعلا ان انت بتعمل ايه، يعني ايه القفله اللي انت بتعملها للاحداث دي. يعني في اخر الفيلم هو نزل اللي هي البيانات اللي مكتوبه بخط الايد عشان يوريك خاتمه الاحداث. لا، انت تحس ان هو مثلا من اخر 10 دقائق او ربع ساعه كان ممكن يعمل كده، او هو سردها بالطريقه دي. الخلاف بينه وبين نقابات العمال او التكتلات العمال اللي بتشتغل في المصانع طلع تحديدا في لقطتين، رغم ان دي تحس ان هي ماده دراميه خصبه تقدر انك تعمل بيها صراع للشخصيه دي يظهر قدامك على الشاشه، خصوصا ان دلوقتي فعلا الاداء بتاع فرانك جريلو حسب ما انت بتتفرج يتحمل ان هو يقدم لك الحاجات دي بجوده متميزه جدا. الكلام ده كله ما حصلش. الظهور بتاع شخصيه انزو فيراري اللي كان بيمثلها جابرييل بيرن، وجابرييل من الشخصيات او الممثلين اللي بيمتلكوا كاريزما متميزه جدا على الشاشه، لكن في الحقيقه انا ما حسيتش ان في ظهور فعلا او استغلال للامكانيات التمثيليه بتاعته كما يجب. هو طالع بس بجانب واحد، الشخصيه المتغطرسه المتأففه اللي على خلاف مع فلوشيو اللامبورجيني، لكن غير كده ما فيش اي عوالم اخرى، ما فيش اي تفاصيل توريك الهيستوري بتاع الشخصيه، دوافعها، حتى مدى الغضب او مدى الاستثاره اللي ظهرت عنده ودفعته ان هو يخش في صراع محتدم مع شخصيه لامبورجيني. الكلام ده كله ما ظهرش على الشاشه، ما تمش استغلاله بصوره جيده، رغم ان شخصيه فيراري تعتبر شخصيه برضه قويه جدا دراميه مليانه عناصر للخلاف والصراع تطلع منها احداث قويه. الكلام ده كله ما اتعملش، بل ان حتى خاتمه الاحداث اللي هو في الاخر ازاي تنازل عن الشركه وراح في الاخر قعد في مزرعته تمت بطريقه قدامك على الشاشه يعني لا تناسب البناء اللي انت عمال تبنيه خلال الشابتر الاول والشابتر الثاني. اعتقد الموضوع ده كله يتحمله هو بوبي موريسكو مؤلف الفيلم ومخرج الفيلم، وهو ملوش علامات اخراجيه كبيره، اللي يمكن من كام سنه عمل فيلم اسمه بنت، ده الفيلم اللي هو يعتبر لامع شويه او يمكن فيه ابطال معروفين الى حد ما. العلامه الكبيره اللي عنده وهي دي المفاجاه بالنسبه لي، بس يمكن دي برضو نقطه الضعف. ازاي بقى ان العلامه الكبيره دي ان هو كاتب السيناريو بتاع فيلم كراش اللي كان سنه 2002 تقريبا، الحصل على اوسكار، والفيلم ده كان من الافلام اللي ظهرت وحققت مفاجاه واهتمام نقدي عالي جدا بل واستحسان جماهيري، اللي كان جيد جدا الفيلم على الشاشه بالنجوم بتوعه. وبالتالي من الواضح ان انت يعني موضوع كتابه السيناريو من الحاجات القويه او من نقاط القوه عندك، ولكن في الفيلم هنا انا بعتقد ان كان في مشكله حقيقيه في عمليه تطور الشخصيات وعمليه ظهور الصراعات اللي ما بينهم. يمكن زي ما بقول لك ان دي يمكن كانت علامه انذار، لانه من 20 سنه تقريبا اللي هو من ساعه فيلم كراش ما ظهرش عمل تاني قوي ليه. فدي نقطه تانية برضو محتاجه يعني شيء من الدراسه، ولكن ما حدش هيدرس الفيلم في النهايه. برضو يعتبر اجتهد ان هو يشتغل على نقطه انه يكون فيلم متوسط لا اكثر ولا اقل، رغم ان الشخصيه مثيره جدا بصراحه، وعلامات الصعود والفتره الزمنيه اللي كانت موجوده فيها تعتبر فتره جاذبه جدا للاهتمام. لكن في النهايه برضو بنصحك بمشاهدته لو انت عايز تعرف القصه بدات ازاي، الشخصيه جت منين، ازاي استغلت الظروف اللي كانت موجوده فيها، والاصرار والطموح بتاعه الذي كان الى حد كبير على حساب علاقاته الانسانيه. ولكن واضح ان كل الشخصيات الناجحه جدا في عالم البيزنس لازم يكون عندها الجانب المظلم ده. الفيلم من رايي ان هو فيلم متوسط عن شخصيه مهمه جدا وشخصيه مثيره جدا، ولكنه قابل للمشاهده في النهايه. تمنياتي لكم مشاهده ممتعه، وده كان رايي بسيط عن فيلم لامبورجيني، ونتقابل في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.